النشيد المغربي كان في الأصل نشيد جزائري، لكن هؤلاء المغاربة سمعوه من الجزائريين، وسمعوه من الموسيقار الكبير اللي كان ينشدوا وكان يكتب فيه في قسطنطينة. كان بعض المؤلفين وبعض النشاد معاه من المغرب سمعوه واخذوا هذا النشيد ونسبوه للمغاربة ودوه معهم من المروك. هذا نشيد اللي احنا كنسمعوه من المروك، واللي فيه واحد الشحنة طاقية، واحد الشحنة إيجابية، واحد الحماس. هذا أصله جزائري. حتى النشيد أخذوه منا. عيب وعار. اللي أنا نتكلم عليه هو أن علاش الجزائريين ما يطلبوش بهذا النشيد أنه يكون نشيد جزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من دبي دانس الدنيا، بحييكم ناسي واهلي في المغرب، من طنجة الكويرة وجميع الدول العربية. ركزوا معايا مزيان. دابا نتوما كتقولوا النشيد المغربي حنا سرقناها منكم. طيب خلي هذا في الجنب، نهضروا في حاجة ثانية. طب النشيد اللي كتقولوا هو انتوما كتقولوا انه الوطني الجزائري، راه ما عندكمش هذاك ديال النشيد اللي كتقولوه نتوما. راه فرنسا اللي كتاخذ عليه حقوق الطبع والنشر. نتوما براسكم الا دعتوه في التلفزيون ديالكم كتحطوا الفلوس ديالو لفرنسا، وانتم راه ما كتلقاو حتى شي. انتم دابا كل شيء حتى الملك ديالنا قلتو جزائري. ولكن شوفوا، انا نقول لكم كل حتى تم اللي ميته في القبر حتى هي خذوها. غير ديك ديال سير سير سير، هذيك ديال الركراكي بقى جديده. الله يرحم والديكم، خليوها لينا نفرحوا بها شويه. حنا عارفينكم مساكن ما تقدروش علينا وكتاخذوا من